حسيت نفسك قبل كده متضايق أو مش طايق بعض الناس اللي في حياتك، أو مش حابب مكان شغلك أو دراستك؟ خليك عارف إن السر اللي تقدر تغير بيه ده كله مش هتلاقيه بره نفسك. وده طبعا بيبقى مبني على إن أنت إزاي بتترجم الشيء في دماغك. فلو عايز تعرف يعني إيه تترجم الشيء في دماغك وهل ده بيفرق في قبولك للحاجة دي ولا لأ، تابع الفيديو. مبدئيا كده، يعني ايه اترجم الحاجة في عقلي بأكتر من طريقة؟ وهل انا اعرف اعمل ده؟ وهل ده هيفرق في تقبلي للحاجة اللي قدامي؟ خليك عارف ان ايوه طبعا هتعرف تعمل ده، لان اقوى اداة تقدر تغير بيها العالم هي تغيير نظرتك تجاهه. وده اقتباس ذكر دكتور ابراهيم الفقي في كتابه قوة التحكم في الذات. يعني تخيل كده في شخصين في زحمة مرور، واحد غضبان ومش طايق نفسه ولا طايق اللي حواليه، والتاني هادي ومشغل حاجة بيسمعها، مشغل بودكاست أو مشغل أي حاجة لحد ما الدنيا دي تخف ويمشي. فهنا الموقف واحد، ولكن تجربة الشخص ده مختلفة عن الشخص التاني. فالواقع مش هو بس اللي بيحصل لنا، ولكن احنا ازاي بنفسره. وعلماء النفس بيسموا ده إعادة التأطير الذهني، يعني إن احنا نقدر نشوف التجربة من أكتر من زاوية. وفي قصص لأشخاص أنت تعرفهم بالتأكيد لما غير نظرتهم تجاه الأمور، هو ده اللي ساعدهم إن هم يوصلوا للي هم عايزينه. عندك شخص زي إديسون، فشل آلاف المرات، ولكن هو ما كانش شايف إن ده فشل، ولكن كان شايفها كخطوات للنجاح، للحاجة اللي هو عايز يخترعها. فهو لو كان بصلها من ناحية إن هي فشل ما كانش كمل الاختراع بتاعه. وافترض مثلا إنك عندك أي شخص فقد وظيفته في مكان، ولكن هو غير نظرته للحاجة دي، إن هو شافها إن هي بداية إن هو المفروض يبدأ مشروع الخاص بيه هو في الوقت ده. فده يفرق معاه جدا. فأنت شوف موقف حصل معاك النهاردة وضايقك وفكر فيه من زاوية تاني، وأنت هتشوف النتيجة بتاعت الكلام ده. فإزاي نبدأ نغير نظرتنا للأمور؟ في 3 حاجات لو عملتهم هيساعدوك في إنك تغير نظرتك للأمور. وأول حاجة وهي الامتنان اليومي. إحنا أحيانا بنملك في حياتنا حاجات كتير حلوة، ولكن لما ما بنمتنش ليها بنحس إن إحنا ما بنملكش حاجة. فالامتنان اليومي مهم. تاني حاجة مراقبة أفكارك، اللي هو أنت تنتبه لحديثك مع نفسك، وأول ما تلاقيه رايح لمكان أنت مش عايزه تقدر توجهه في المكان اللي أنت عايزه. وتالت حاجة وهي تغيير الأسئلة، اللي هو أنت بدل ما تقول أنا ليه بيحصل معايا كده ممكن تقول أنا ممكن أتعلم من كده. فده بيفرق جدا. فال3 حاجات دول لو عملتهم هيساعدوك في إنك تغير نظرتك للأمور وتشوف الحياة من منظور جديد. وخليك عارف إن العالم مش هيتغير فجأة، ولكن لما نبدأ نغير نظرتنا ليه هنحس إن هو اتغير. فجرب تشوف العالم بعيون جديدة. وبكده نكون وصلنا للنهاية. فلو استفدت بأي حاجة من الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة. اشوفكم في فيديو جديد. سلام.